السلام عليكم الأصدقاء. يقول العبقري والمبدع بنجامين فرانكل: لا تؤجل إلى الغد ما يمكن إنجازه اليوم. نقدر نقول لكم الأصدقاء بأن هذا الشيء اللي محتاج تشوف وتسمع في هذا الفيديو كامل هو أنك تطبق هذا المبدأ هذا، لأن المماطلة هي أكبر عدو ما تيخليش التلاميذ يقراو مزيان ويبريباريو الامتحانات. وكلنا تنعرفوا اليوم بأن الامتحانات هي موضوع الساعة. كثير من التلاميذ تيديروا مجهود في المراجعه، لكن واخا هذا الشيء كامل ما تيجيبوش النقطه اللي بغا، وممكن انت داك الشيء كامل اللي قريتيه نهار الامتحان وتلقى راسك ما قادش تكتب حتى شي حاجه. طبعا دائما تنقولوا للتلاميذ سيروا تقراو، سيروا تراجعوا، لكن نادرا يمكن تسمع شي واحد يقول لك كيفاش تراجع، يعني شنو هي التقنيات والآليات اللي ممكن تخليك وتساعدك انك تقرا وانك تراجع الدروس ديالك بشكل منهجي وبشكل يخليك تحصل على نقطه مزيانه نهار ديال الامتحان. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا اللي غنتكلم فيه على تقنيات ديال المراجعه، معكم ايوب لوكيدي استاذ ماده الفلسفه. غادي نبارطاجي معكم اليوم بعض الافكار حول مهارات معينه تنشوف بانها مهمه وتساعد التلاميذ انهم يجيبوا نقاط مزيانه، او اي واحد تيوجد الامتحانات انه يحصل على نقطه مزيانه. بدايه غادي تكون سمعتي الهضره آلاف مرات وغادي تجيك بأنك ان الهضره كلها غتخربيق، ولكن نقدر نقول لك بان تنظيم الوقت وانك تدبر الزمن ديال استعداد الامتحان هو اول حاجه خصك تقوم بها باش تقدر تحصل على نقطه مزيانه. وهنا يمكننا ندير واحد التقنيه انه شحال يمكننا نقراو في النهار. طبعا المتوسط ديال كل تلميذ تيختلف، لكن عموما نقدروا نقولوا 8 سوايع ديال الدراسه يوميا. اذا خص التلاميذ يفيقوا بكري. علاش؟ لانه كما قالوا الناس القدام الفياق بكري الذهب مشري. وحتى الدراسات العلميه تتاكد بان كي بديتي تقرا في الوقت بكري الدماغ ديالك تيكون التركيز ديالو كبير، وحتى الدماغ ديالنا تيستوعب مزيان داك الشيء اللي تيقرا، لان الدماغ تيتبرمج على الساعه البيولوجيه. مثلا اذا كنتي مولف تقرا حتى ل 10 او ل 11 النهار، قصر حتى 3 او 4 الصباح، النهار اللي غادي تجي تدوز الامتحانات او الاسبوع ديال الامتحانات الدماغ ديالك ما غاديش يفيق معك، لانه الساعه البيولوجيه ديالو ولف انه حتى ل 10 او 9 ونص عاد تيبدا يتحرك او انه يقوم بعمليات ذهنيه. اذا هنا خصنا نولفوا اننا نعسوا بكري ونفيقوا بكري في هذا البيريود ديال الاستعداد للامتحانات. طبعا ملي نبداو المراجعه نحاول نديروا واحد الخط باش الدماغ ديالنا يولف النظام ديك 15 يوم ديال بريباراسيون. طبعا في الصباح نحاولوا نبداو بالمواد اللي هي ميسره نقدروا انها تشجعنا على الدراسه، ومن بعد منها نشوفوا المواد اللي حنا عندنا صعوبات فيها نحاولوا نعطيوها وقت كبير مقارنه مع المواد اللي حنا مستوعبينها مزيان. وحاول ما تبقاش تقول الامتحان راه بقات له 15 يوم ونسى الفكره. حاول تركز على كل ماده وتشوف شنو هما النقاط اللي بقاو لك خصك تراجعوا فيها مزيان، لانه اي هدف الى جزئتيه وردتيه اشياء صغيره وردتيه خطوات عمليه مع الوقت تولي مساله ميسره وسهله. يعني حاول تشوف الامور بشكل دقيق باش التفاصيل ديالها وما تشوفهاش في الكليه ديالها. وبالنسبه للتوقيت ديال الدراسه من الاحسن نقراو ساعه ونرتاحوا واحد 5 أو 10 ديال الدقائق، وبهذه الطريقه هذه غادي يكون التدفق الذهني غادي مزيان معنا بحيث اننا نركزوا مزيان. واخا ما نعيا ونحاول نحس بالملل نحاول نركز ساعه كلها ديال المراجعه. علاش؟ لان النهار ديال الامتحان خصك تركز 4 ديال السوايع، فخصك تعود الدماغ ديالك انه يركز مده طويله باش تقدر تكونسونطرا مزيان النهار ديال الامتحان. النقطه الثانيه اللي بغيت نتكلم عليها في هذا الفيديو هي انك تبعد على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التليفون. علاش؟ لانه الدماغ ديالنا تيولف واحد النمط كيف ما كان وتيعاودو، لان هذه العاده هي واحد النمط تتعاودو تتولي سلوك يومي. فتخيل معايا انك تتبريباري بواحد الطريقه، تتفيق مع 10 ديال الصباح تمشي دير واحد القهوه تتفطر مزيان، عاد تنوض تقرا. ملي تقرا واحد 10 15 دقيقه تشد التليفون تشوف واحد النوتيفيكاسيون تشوف واحد الصوره تدخل تشوف واحد ستوري. هنا الدماغ ديالك ما تيقدش يكونسونطري مزيان على واحد الماده معرفيه واحد المده طويله الامد. هذا هو اللي تيوقع لنا نهار الامتحان، هو انه الدماغ ديالك ولف واحد طريقه العمل اللي فيها الكسل وفيها العجز، ما فيهاش واحد التركيز واحد القوه في الانتباه. فنهار الامتحان غادي يخونك الامتحان واخا تكون بريباري، ولكن التركيز ديالك ما غاديش يكون غادي مزيان معاك لانك ما ولفتيش هاد العمليه ديال التركيز ديرها في الدار. هادشي علاش خصنا نبعدوا من التليفون ونحاولوا نخدموا وقت ديال الدراسه نركز فيه مزيان مع الدراسه وما نشوف حتى شي حاجه، ما نشوف لا تلفازه لا تليفون لا اي حاجه تشوش الانتباه ديالي. الدماغ ديالي يركز مزيان مع المعلومات ويقدر يستوعبها بطرق مختلفه وبطرق متنوعه. النقطه الثالثه اللي بغيت نتكلم عليها وهي نوع اساليب ديال المراجعه. اول حاجه خصنا نتفاهموا عليها ان الدماغ ديالنا تيختلف في مصادر التعلم، لان كل واحد كيفاش يقدر يركز مع المعلومه. كي تيعجبو يقرا هو تيتمشى، كي تيعجبو يقرا هو تيكتب، كي تيعجبو يسمع.
كل واحد عنده وسائل مختلفه ومتنوعه في التعلم، لكن اللي نركزوا عليه هو انه كنا نحاولوا نستعملوا انواع مختلفه في البريباراسيون والامتحانات. نقدر بعض المواد نكتبها على شكل خططات دينيه بحال المواد الادبيه، فلسفه، اجتماعيات، العربيه، ونحاول نكتب ملخصات باللغه ديالي. بالنسبه للمواد العلميه ضروري خصني نخدم تمارين ونخدم نماذج ديال امتحانات سابقه. اذا بهذه الطريقه كل ما نوات المصادر ديال المراجعه، اشكال ديال المراجعه والاشكال ديال الاستماع، كل ما المعلومات تتزاد وتترسخ على المستوى الذهني وعلى المستوى العقلي. والهدف من هذا التنويع ديال مصادر التعلم هو انه النهار اللي تبغى تستحضر المعلومه الدماغ ديالك غادي يكون استقبلها اشكال مختلفه ومتنوعه، وهذا هو الامر اللي غيخليها تكون حاضره عندك، تقدر ترجعها وتقدر تستذكرها بشكل جيد وبشكل عقلاني. الامر الرابع اللي بغيت نتكلم عليه واللي هو مهم بزاف وخص جميع التلاميذ يركزوا معايا في هذه النقطه هذه لانها اساسيه. بعد ما تراجع المواد الدراسيه وتحاول تخدم مجموعه ديال التمارين وتحاول تحفظ الدروس بتقنيات معينه وتحاول تفهم شنو هما الافكار اللي كاينين في كل ماده وتفهم شنو هما المعطيات اللي كاينين، غتجي القضيه ديال النماذج الامتحانات الوطنيه والجهويه اللي تزوق. ضروري انه كل تلميذ وكل تلميذه خصو يخدم على واحد متوسط ديال 4 و 5 ديال النماذج قبل ما يجي نهار الامتحان، ولكن راه غيحاول يخلق الجو الامتحان عنده في الدار. غيشد الكرونو وغيشد الساعه ديالو قدامه وغادي يجلس وغادي يشد ورقه ديال التحرير كما تكون في الامتحانات. يقدر يطلب شي اساس اللي يعطيو هذيك الاوراق او انه يجيب اوراق معينه يقلب عليهم ويحاول يخلق الجو النفسي والمعرفي ديال انه جالس في الامتحان، ما كاين لا ضجيج لا والو، ويحاول يجاوب على الاسئله اللي كاينين في الامتحان كما لو انه امتحان حقيقي. المثالي يعطي شي واحد اللي استاذ اللي تيدير معاه الدعم ولا شي واحد تعرفه التخصص ديال الماده ويشوف شحال جاب النقطه ديال في ديك الامتحان. بهذه الطريقه هذه غتعود دماغك اول حاجه على انه يركز اثناء الدراسه، وثانيا هذاك الجو الامتحان اللي تنخافوا منه وديك الحاله النفسيه ديال الامتحان غتكون انت تخيلتيها على المستوى الذهني وغتولي تجيك شي حاجه عاديه ومقبوله وبسيطه. وهذا هو الامر الاساسي في هذه القضيه ديال ان تخدم النماذج السابقه وانك تولف شنو هما الثغرات اللي تتحطوا في الامتحانات، لانه كل فهم اكثر من الحفظ. لان كثير من التلاميذ مازال يعتقدوا بانه اليوم ان الامتحانات الهدف ديالها هو ان التلميذ يستذكر المعلومات يعني معطيات، والعكس انه حاليا بمنطق الكفايات التعليم كامل مبني على المهارات. اي ماده سواء فلسفه سواء عربيه سواء مات سواء فيزياء خص التلميذ يركز على شنو هما لي سافوار فيغ اللي كاينين في ديك الماده. فالامتحان ما تيكونش فيه استرجاع مباشر للمعطيات، بقدر ما تيكون فيه تحليل، تيكون فيه مناقشه، تيكون فيه بناء لاي فكره غتكون داخل الامتحان. وحتى المواد اللي كانت فيها في واحد الوقت نقولوا عليها ماده ديال الحفظ، شوفوا معايا غير الماده ديال التربيه الاسلاميه الا مشيتيو الامتحانات الجهويه غتلقاو ولات تقريبا كلها حاليا مبنيه على الفهم ومبنيه على افكار ومبنيه على التحليل، الا في بعض الاحيان تكون القضيه ديال الاستشهاد سواء بايه قرانيه سواء بحديث نبوي سواء بشي قول ديال شي عالم من العلماء. لكن عموما الامتحان تيكون فيه التركيز على المهارات وعلى الفهم اكثر من الحفظ. اذا اصدقائي التلاميذ حاولوا ما امكن هاد 15 يوم اللي بقات اعتبروها كانك في واحد المعركه، وهاد المعركه تطلب منك انك تلتزم بالوقت ديال الدراسه وانك ما تضيعش حتى ساعه في النهار، لان ساعه في النهار ضيعتيها راك غتندم عليها بعد الامتحانات. وحاول تخدم بطريقه منظمه كما قلنا، وحاول ملي تجي تنعس حاول تكتب داك الشيء اللي عقلتي عليه النهار كامل في كل ماده، حتى 4 ساعات لكل ماده شنو قريتي فيها، حاول تكتب واحد الملخص بطريقتك الخاصه. وفي الاخير بغيت نقول لكم راه حتى شي حاجه ما صعيبه، لانه السر والمفتاح اي حاجه هو التمرن، هو العمل العمل العمل. لانه الانسان اللي يجتهد ضروري غادي يوصل لواحد النتيجه كما تيقول المثال الله ما قفلتي لا فورتي. اذا اعزائي التلاميذ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. بالنسبه للاعداد النفسي غادي يكون عندي فيديو اخر غنبارطاجيه معكم، ولكن اذا عندكم شي اسئله حول الطريقه ديال المراجعه تقنيات المراجعه خليوها لي في التعليقات، وانا غنخليكم في صندوق الوصف بعض المقالات اللي كنت كتبتها حول هذا الموضوع اللي هو الاستعداد النفسي والمعرفي للامتحانات. وتبارك الله عليكم وبالتوفيق للجميع.